بص، مباراة الصعود مصر وبوركينا فاسو، كل المعطيات بتقول ان منتخب مصر المفروض هو اللي يكسب، عشان هو لو كسب هيصعد كأس العالم مباشرة دون النظر بقى للمباريتين التانيين. ايه هي المعطيات؟ معاك افضل لاعب في العالم تقريبا محمد صلاح، معاك لعيبه في المنتخب، اي منتخب في افريقيا يتمنوا ان هم اللعيبه دي تكون عندها في المنتخب بتاعها. بوركينا فاسو يعتبر المنافس الاقرب ليك في المجموعه، فهيضايقك في المباراه، على امل ان هو ممكن يكون ليه فرصه هو كمان في الصعود، فصدقني هتبقى مباراه رخمه. خطه كابتن حسام حسن اللي هو بيلعب بيها دي خطه بتقول لك ان هو بينزل كل مباراه يخلص من بدري من الشوط الاول تقريبا، يا رب بكره ده اللي يحصل. بوركينا فاسو تقريبا لعبت كل مبارياتها اللي المفروض تتلعب على ارضها بره ارضها، لعبتها في المغرب، الا المباراه دي بالذات هتلعبها على ارضها. طبعا اجواء وملاعب لعيبتنا مش متعوده عليها، ولكن بالعزيمه والاراده، وان انتوا وراكم 120 مليون مصري عمالين يهتف يا رب يا رب يا رب نصعد كاس عالم باذن الله. بكره المباراه الفاصله دون النظر بقى للمباراتين اللي جايين بتوع جيبوتي وغينيا بيساو اللي احنا قلنا عليهم دول، ويا رب ما تحصلش السيناريوهات اللي المنتخب المصري بالذات واخد عليها. مباراة تذاع على قناة ام بي سي مصر، اتمنى كابتن مدحت شلبي هو اللي يعلق. بلاش سيناريو ضربة الجزاء بتاعت تريزيجيه اللي لازم نصعد من خلالها دي، بلاش يا ريت بلاش، ننزل نلعب كورة، نلعب كورة نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، ويا ريت مصطفى محمد يبدأ المباراة. مصطفى محمد اشرس من أسامة فيصل، علشان خاطر احنا عايزين ننهي المباراة دي بدري بدري زي ما بنقول، ونمارس الخطة الطبيعية اللي كابتن حسام حسن بيلعب بيها، لان هم هجوميا مش هيبقوا اقوى منك. فانت محتاج ان انت تخلص المباراه بدري بدري، وباذن الله الصعود بكره يتم حسمه ونصعد لكاس العالم للمره الرابعه في تاريخنا. اول امبارح المغرب صعدت، امبارح تونس صعدت، ان شاء الله بكره احنا نصعد. يا رب الفوز لمصر.